السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم على الطنج. كل شوية حاجات كده بتخص الطنج، زي الألسر، زي المالجنانت تيومرز، زي الاناتومي بتاعه. هنتكلم عن الطنج بشكل عام. أول حاجة، الطنج كديفينيشن هو ماسكولار اورجان ان فلور اوف ذا ماوث. بيتكون من 3 أجزاء أساسية. التيب بتاعة الطنج دي بتكون الانتيريور فري اند. تمام. والروت بتاع الطنج بيبدأ من تحت خالص، من جوه، من عند الهايويد بون تحت لحد فوق ما يمسك في المانديبل على الجنبين. تمام. والبادي اوف ذا تانج، البادي بيتكون من الدورسال سيرفيس والفنترال سيرفيس. الدورسال سيرفيس ضرف بسبب ان فيه بابيلا، الفنترال سيرفيس ما فيهوش بابيلا وبالتالي سموث. الدورسال سيرفيس بينقسم للانتيريور 2 ثيرد الاورال بارت، والبوستيريور 1 ثيرد الفارنجيال بارت، وبيفصل ما بينهم السالكس ترميناليس. طيب، الفنترال سيرفيس بيكون سموث زي ما قلنا، بيكون في النص كده ماشي حاجه اسمها الفرينم لينجولا، وعلى جانبي الفرينم لينجولا في عندنا الديب لينجوال فين، ودي صوره الطنج زي ما احنا شايفين. ايه هي الماسلز اللي في الطنج؟ عندنا الماسلز اللي في الطنج نوعين، انترنسيك ماسل واكسترنسيك ماسل. الانترنسيك ماسل دي ماسلز في الطنج نفسه، مش هو ماسكورال اورجان. الماسلز اللي بتكونه نفسه بتتقسم لايه؟ لسوبيريور وانفيريور، لونجيتيودينال وترانسفيرس وفيرتيكال. يبقى عندنا لونجيتيودينال منها نوعين، سوبيريور وانفيريور، وترانسفيرس ماسلز ولونجيتيودينال وفيرتيكال ماسل. عندنا لونجيتيودينال بالطول سوبيريور وانفيريور، وترانسفيرس بالعرض، وفيرتيكال ماشيه طوال كده. طيب، الاكسترنسيك ماسلز دي الماسلز اللي جايه من بره من اورجانز مختلفه وماسكه في مين؟ في الطنج. يبقى اخرها ايه؟ الطنج. يبقى اخر الكلمه ايه؟ جلوسس، جينيوجلوسس، هايوجلوسس، ستايلوجلوسس، بلاتوجلوسس، جايه من اجزاء مختلفه وبتمسك في الطنج، علشان كده اخرهم كلهم ايه؟ جلوسس. طيب، البلاد سبلاي اللي جاي للطنج عباره عن ايه؟ البلاد سبلاي يا اما ارتيريال يا اما فينوس سبلاي. الارتيريال سبلاي جاي من اللينجوال ارتري. طب اللينجوال ده جاي منين؟ جاي من الاكسترنال كاروتيد ارتري. طيب، والفينوس درينج بيصب على فين؟ بيصب في الديب لينجوال فين اللي تحت، اللي موجود في الفنترال سيرفيس. والديب لينجوال فين بيدرين في الفيشيال فين، والفيشيال للانترنال جاجولار. تمام زي الفل. طيب، ايه هي بقى الايتيولوجي بتاعه التيومرز اللي بتحصل في الطنج؟ عندنا الليوكوبليكيا والاريثروبليكيا وشويه حاجات كده بتبدا بحرف الاس، واي بري مالجنانت كونديشن هتعمل لنا مالجنانت في الطنج. طب ايه هي الليوكوبليكيا؟ الليوكوبليكيا دي وايت باتش نوت كاركترايزد باي اني ديزيز. يعني دي وايت باتش ما تقدرش تشخصها كاي مرض تاني. يعني انا لقيت وايت باتش جيت اشخصها بمرض من الوايت ليجنز اللي احنا دارسينهم ما عرفتش، فسميتها ليوكوبليكيا. طيب، والاريثروبليكيا دي برضه ريد باتش نوت كاركترايزد باي اني ديزيز، زي اني ديزيز برضه نفس الحكايه، دي ريد باتش لقيتها بس ما عرفتش اشخصها زي اي ريد ليجن زي اللي احنا درسناها، وبالتالي فسميتها اريثروبليكيا. الحاجات اللي بتبدا بالاس، عندك السموكينج، عندك السبيريت، عندك السيفيلس، عندك شاربتوس، عندك سيبسيس، عندك سبايسيس، حاجات كتير، اي حاجه تبدا بحرف الاس، واي بري مالجنانت كونديشن زي الفل. طيب، التيومر بيحصل فين في الطنج؟ الكومن سايت، ودي المهم، وده اللي هيجي ان هي بتكون موجوده على اللاترال مارجن اوف ذا طنج، وده الكومنست سايت. بعديه البوستيريور ثيرد، بعد كده الدورسم، بعد كده الفنترال سيرفيس، بعد كده على التب، وكل ده مش مهم. اهم حاجه الكومنست سايت الا وهو اللاترال مارجن. طيب، ايه بقى الكلينيكال بيكتشر بتاعه التيومر اللي بتحصل في الطنج؟ طبعا اغلب الكلام ده مش مهم، ولكن المهم ان هو بينلس سويلنج ألسر مش بتوجع، بينلس وسويلنج بارزه، excessive salivation, ankylosis, movement of the tongue, dysphagia, change في الفويس، هاليتوزيس، بلبل ليمف نود. دي مهمه ان ممكن تعمل لك بلبل ليمف نود كومبليكيشن تانية. يبقى احنا عندنا الكلينيكال بيكتشر بتكون اهم حاجه بينلس سويلنج ألسر، وهنتكلم عليهم كمان شويه. اول حاجه البينلس سويلنج ألسر. البينلس سويلنج ألسر ممكن بعد كده تبقى بينفول بسبب ان المكان ده او الألسر دي تعرضت لانفكشن، اتعرضت لارسليشن، حد قشرها، او ان هي كبرت في الحجم لحد ما ضغطت على اللينجوال نيرف فهتعمل لك بين. تمام. طب الألسر دي انديوريتد، يعني الاريا بتاعتها انديوريتد اريا، والايدجز بتاعتها انفيرتد ايدج، والألسر دي ممكن تكروس الميد لاين. تمام. والجروس بتاع الألسر ده ممكن لو كبر في البوستيريور ثيرد ممكن، مش بنشوفه ده اولا، ثانيا ممكن يعمل لك ديسفاجيا. تمام. ولو هي
في الطنج هتعمل لك ديسفاجيا. ولو هي انفولفمنت للجينيوجلوسس ماسل، لو الالسر انفولفمنت عملت انفولفمنت للجينيوجلوسس ماسل هتعمل لك برضو ديسفاجيا، ودي اسباب الديسفاجيا. ممكن يعمل لك تشينج في الفويس، ممكن تعمل لك انكيلوزس زي ما قلنا اللي هي طنج تاي، ممكن يبقى في ليمف نود انفولفمنت. ايه امتى هتعمل ليمف نود انفولفمنت؟ لو كان الطنج ليجن اكبر من 4 مللي هيعمل ميتاستيزس للليمف نود، ومش على لاترال واحد او يوني لاترال، لا باي لاترال ده كومونلي. طيب الكارسينوما بتاعه الطنج غالبا بتكون نوديولار سبريد، يعني بتكبر السبريد بتاعها بيكون في شكل نوديولار. طيب ازاي هنعمل انفستيجيشن ليها؟ اول حاجه كباثولوجي، عندنا هناخد اسبيريشن او هناخد بايوبسي اسمها ويدج بايوبسي، نشيلها ونروح نحللها، او نعمل فناك، ناخد فناك من الليمف نود، او لو هي موجوده في البوستيريور ثيرد فانا مش هشوفها صح، فهعمل لها ايه؟ الترا ساوند سونار مثلا، او سي تي سكان، او ام ار اي، لان اي سوفت تيشو بنعمل له ام ار اي. تمام. التريتمنت، وده اهم حاجه، امتى نعمل سيرجيكال تريتمنت وايه شكل السيرجيكال تريتمنت؟ اول حاجه لو الالسر اقل من 1 سم في السايز فديت هنعمل لها ويدج اكسجن ويز سيفتي مارجن. تمام، يعني هنزود حوالين الويدج بتاعها 1 سم كليرنس اسمه سيفتي مارجن. تمام، علشان ما يحصلش ريكارنس. لو هي ما بين 1 سم و2 سم فبنعمل بارشيال جلوسوكتومي، بس خد بالك 1 او 2 سم مش باي لاترال، يوني لاترال، هنعمل بارشيال جلوسوكتومي. طيب لو اكبر من 2 سم وبرده في جزء من الطنج هنعمل هيميجلوسوكتومي، نص الطنج نشيله. طيب لو كان في السيم سايد اللي هي موجوده فيه، يعني مثلا احنا قلنا ان احنا هنعمل لو هي واحد اقل من 1 سم وايد اكسجن، لو هي ما بين 1 و2 سم بارشال جلوسوكتومي، لو هي اقل من اكتر من 2 سم هنعمل هيموجلوسوكتومي. مع كل دول لو في انفولفمنت لليمف نود بس على السيم سايد، يعني مثلا لو الطنج في جهه الرايت عنده اي واحده من الثلاثه اللي فوق، وفي نفس الجهه الرايت في عندنا ليمف نود، فهنعمل للليمف نود دي راديكال نيك ديسكشن. طيب لو باي لاترال بقى، لو اي حاجه من الثلاثه اللي فوق دولت والليمف نود باي لاترال هنعمل على جهه راديكال نيك ديسكشن والجهه الثانيه موديفايد راديكال نيك ديسكشن. طيب لو البوستيريور سيرد انفولفمنت هنعمل توتال جلوسوكتومي، او كوهلر، اسمها كوهلر ابروتش او كوخر ابروتش، عمليه اسمها كوخر، هنشيل الطنج كله. لو المانديبل انفولفمنت هنعمل كوماندو اوبريشن. عارف الكوماندا؟ هنعمل كوماندو اوبريشن. لو عالجنا بالراديو ثيرابي ليها كومبليكيشن، ولو عالجنا بالكيمو ثيرابي ليها كومبليكيشن. الراديو ثيرابي لوس اوف سنسيشن للتست، مش هتعرف تتذوق، تريزماس وانكيلوزس. الكيمو ثيرابي هيعمل لك ميجالو بلاستيك انيميا، بون مارو سبريشن، الوبيكيا او الوبيجيا وسيبسيس. دي كومبليكيشن الراديو ثيرابي والكيمو ثيرابي. امتى تكون بور بروجنوزس؟ لو السايز بتاعها فوق ال 4 مللي، لو السايد بتاع التيومر في البوستيريور ثيرد زي ما قلنا بنشيله اللسان كله، لو التيومر كروس الميد لاين يبقى باي لاتر برضه بنشيل اللسان كله، لو الليمف نود ستيتس حالتها عامله ايه، لو في ليمف نود انفولفمنت بنشيله، لو خدنا فناك وبصينا على السيلز اللي موجوده تحت الميكروسكوب ولقيناها بورلي ديفرنشيتد. تمام، لو كان البون انفولفمنت زي ما كان في المانديبل بنشيلها كلها. دلوقتي هنتكلم على التنج ألسر. التنج ألسر يا اما تكون بنفول يا اما تكون بنلس زي المالجنانت ألسر لسه واخدينها، او ألسر جايه من لايكن برينس، او سيفيليتيك ألسر، دول البنلس. طب البنفول الدنتال ألسر جايه من سنه ولا حاجه، افسس ألسر هنتكلم عليها، تيوبركل ألسر تي بي الضرن، هيرباتيك ألسر من هيربس زوستر. تمام. اول حاجه الدنتال ألسر. الدنتال ألسر كومونلي بتكون موجوده على السايد اوف التنج، ليه؟ لان الاسنان بايلاترال للتنج هنا وهنا. طيب هي بتكون اكيوت وبينفول زي ما قلنا لكن لو شلت السبب هتبقى سيلف ليميتنج، لو شلت السنه اللي بتجرحها هتبقى سيلف ليميتنج. طب لو حصل ريبيت التروما وما عالجتش السبب هتبقى كرونيك ألسر، وساعتها هتميمك الكارسينوما ولازم تعمل لها اكسجن. تاني نوع الهرباتيك ألسر. الهرباتيك ألسر الانفولفمنت بتاعها بيكون مع اللينجوال نيرف، ودي المشكله، اكيوت ونيورولوجيك بين او نيورولوجيا ويز فيسيكل، ومالتيبل سوبرفيشال بينفول ألسر. الألسر بتاعتها بتكون مالتيبل وعلى السوبرفيشال سيرفيس بتاع الطنج كده، وتكون ماليه البق وبينفول ألسر. طيب الافسس ألسر ايه هي؟ ممكن تكون ماينور افسس ألسر او ميجور افسس ألسر، او مع البيهت سيندروم او مع الريتر سيندروم. تمام. طب ايه هي اللوكال كومبليكيشن، اللوكال ابليكيشن تو بروموت الهيلينج؟ الافسس ألسر دي ممكن نديها ايه عشان نعالجها؟ علشان تعالج الافسس ألسر تعالجها ازاي؟ لوكال ابليكيشن لكلوروكسيدين، او لوكال ابليكيشن لترايال سيميلون، او
ترايل سيميلون اسيتيت او كولين ساليسيليت جل. وبكده خلصنا التنج وكل حاجه بتخص التنج هنتكلم عليها. ما تنساش تعمل لنا لايك وكومنت وتبعت الفيديو لاي حد ممكن يستفيد بيه، والسلام عليكم.